ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهارده هنعمل احلى فطائر بالصوص البرتقال في منتهى الجمال. طبعا هنعمل عجينه اولانيه وعجينه تانية. نبدا بالاولانيه. طبعا نص كوبايه من الدقيق، باكل خميره الفوريه، معلقتين من السكر وميه دافيه. تمام كده اهوت. هقلبها كده اهوت زي ما انتوا شايفين اهوت، كوبايه ميه دافيه كده اهوت، واسيبها تختمر لحد ما نعمل صوص البرتقال. تمام كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا كوبايه صوص برتقال فريش وعليهم كوبايه من السكر، واسيبهم في الغليان. وبعد كده بعد ما تغلي احط رشه من الملح ليمون، وعليهم شرايح من البرتقال، واسيبهم في الغليان 5 دقايق. بعد كده اطفي عليه. تمام كده اهوت عشان بس تلحق تبرد. تعالوا بقى نعمل عجينه التانية. طبعا 5 كوبايات من الدقيق، وباكو برضو خميره فوريه ومعلقتين لبن بودر ورشه من الملح. تمام كده اهوت. هقلبهم طبعا في العجان زي ما انتم شايفين اهوت، وانزل بقى بالعجينه الاولانيه بعد ما اختمرت، واسيبها في العجان. طبعا حسب ما احتياج الميه هديها طبعا. تمام كده اهوت. بسم الله ما شاء الله عليها، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين اهوت خدت كفايتها في الميه. هنزل بقى ب3 معالق كبار من الزبدة بدرجة غرفة حرارة المطبخ. تمام. شايفين جميلة ازاي؟ لينة وحلوة وناعمة وما بتلزقش. الله عليها. هسيبها بقى تخمر كده قد ربع ساعة وارجعوا لي تاني. زي ما انتوا شايفين اختمرت اهيت ما شاء الله عليها. وسعت طبعا لنفسي على الرخامة. هرش طبعا رشة من الدقيق وانزل عليها بالعجينة اهي بعد ما اختمرت. تمام اوي كده اهوت. هديها عجنتين كده اهوت، وبعد كده احطها على الرخامه واغطيها بكيس بلاستيك تلاجة عشان ما تنشفش معايا. ادي الصينيه اللي انا هغمس فيها دهنها طبعا رشه من الزيت زي ما انتوا شايفين اهوت. انا هلفه على هيئه رول كده اهوت، واسيبها شويه عشان طبعا لازم ترتاح عشان ما تلمش معايا زي الاستيك كده. تمام. اخد طبعا الاولانيه زي ما انتوا شايفين هلفها رول. تمام اوي كده اهوت. هرش رشه بسيطه من على الرخامه واعمل واحده تاني اهو زي ما انتوا شايفين عشان انا ريحتها بتتفرد معايا بسهوله. والفها كده اهو زي ما انتوا شايفين على هيئه زي كحكه كده اهوت، وانزلها عليها من تحت كده اهوت عشان ما تفكش معايا، وافردها تاني في الصينيه برضو حسب ما انتوا عايزين. انا هعملها وسط كده. تمام اوي كده اهوت. تعالوا نعمل واحده تاني. تمام اوي كده هلفها برضو زي الاولانيه، هبططها كده شويه واحطها برضو في الصينيه وافردها تاني. تمام كده اخلص بس كده اهوت وارجعوا لي تاني. طبعا هسيبها بقى ترتاح تختمر قد 10 دقايق كده اهوت. طبعا اختمرت معايا اهي كفايه. احط بقى حبه من الحليب على معلقتين من السكر والفهم كده واقلبهم، وادي ندهنها بس وادخلها الفرن زي ما انتوا شايفين اهوت. خدت سوا في الفرن اهوت. هنزل عليها بقى بصوص البرتقال. طبعا الصينيه سخنه والصوص البرتقال طبعا بارد. شايفين جميله ازاي؟ الله على ريحتها تحفه. حطينا طبعا عليها كريز من فوق، ده اختياري. بعد ما خلصنا معاكم اهو يا حبايبي، ده شكل النهائي. الله عليها وعلى ريحتها في منتهى الجمال. شايفين جميله ازاي؟ شايفين تحفه وريحتها بقى جباره ومش قادره اقول لكم عليها. جميله جدا. يلا بقى جربوا يا حبايب قلبي، قولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في الشير واللايك واشتراك في القناه عشان ينزلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.